أخبار الشروق نت. أنا ندى إبراهيم ومحمد السيد، وننتقل معكم إلى أبرز العناوين. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء. اختلفت أسعار سبيكة الذهب بمختلف أوزانها خلال تعاملات يوم الثلاثاء. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الفحص السمعي ل4 ملايين طفل. ويواصل منتخب مصر الناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا ضمن تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين في الجزائر 2023، ويواجه منتخب الناشئين نظيره الليبي في 8 من نوفمبر، ثم تونس في 11 من نوفمبر، وأخيرا المغرب في 14 من نوفمبر المقبل. أوضحت الأرصاد أن الطقس يشهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، وأنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن أمس بحوالي 8 درجات، وأشارت أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يعود الطقس إلى الأجواء الشتوية المعتدلة خلال فترة النهار. وشهد سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع مع منتصف التعاملات، مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار في أوزانها، فيما أرجع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسعر الدولار في البنوك. أعلنت مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة، وذلك منذ انطلاقها في 2019. وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى زيادة أعداد المستشفيات ومراكز الإحالة السمعية في جميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات المبادرة.